أعلم الناس في وقتها وخصوصا النساء. يقول أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر أو حديث فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها علما. ويقول مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها في الفرائض، أي في المواريث. ويقول عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة رضي الله عنها. ويقول عطاء: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس رأيا في العامة. ويقول الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواجه وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وهذا الأحنف بن قيس رضي الله عنه يقول: سمعت أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ومن جاء بعدهم فما سمعت خطيبا أفصح ولا أحسن حديثا من عائشة رضي الله عنك يا أمنا. كانت عابدة، اشتهرت بالعبادة رضي الله عنها وأرضاها، إذ كانت تسرد الصوم ولا تكاد تفطر إلا قليلا، وكانت تتصدق كثيرا حتى قال عروة: كانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله، وكانت تأتيها 70,000 درهم فتنفقها ولا يبقى منها شيء، وإنها لترقع درعها. الدرع ثوبها ترقعه، لا تشتري ثوبا جديدا، وتتصدق ب70,000 درهم رضي الله عنها وأرضاها. بل أعطيت يوما 100,000 درهم، فما أتى العصر حتى أنفقتها كلها، وكانت صائمة. فقالت لها جاريتها خادمتها: لو أبقيت درهما نشتري فيه لحما لإفطارك. كانت صائمة، درهم نشتري فيه لحما لإفطارك. فقالت رضي الله عنها: لو ذكرتني لفعلته. نسيت نفسها. كل ما لف. أين تربت؟ تربت في بيت رجل لما أمر النبي بالصدقة جاءه بماله كله. تربت في بيت محمد صلى الله عليه وسلم لما أعطاها شاة يوما، ثم جاءها بعد فقال لها: ما بقي من الشاة؟ فقالت: ذهبت كلها إلا الذراع، أي تصدقت بها جميعا ما عدا الذراع أبقيته لك يا رسول الله. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا الذراع. تعلمت في هذا البيت رضي الله عنها وأرضاها. ومن طرائف الأمور وليس بطريف أن هذه الصدقة التي كانت تتصدق بها عائشة رضي الله عنها أغضبت ابن أختها عبد الله بن الزبير، فلما بلغه كثرة إنفاقها بهذه الطريقة، 100 درهم 100,000 درهم تأتيها الآن بعد ساعة ذهبت 70,000، أي مبلغ يأتيها يذهب مباشرة. قال عبد الله بن الزبير: لنحجرن عليها. كلمة خرجت منه هكذا: لنحجرن عليها. فلما بلغت هذه الكلمة عائشة رضي الله عنها غضبت من ابن أختها، كيف يتكلم عنها بهذه الطريقة؟ فقالت رضي الله عنها: والله لا أكلمه أبدا. بلغ الأمر عبد الله بن الزبير وأن خالته حلفت أن لا تكلمه، فصار يتودد يرسل الشفعاء وهي رافضة لا تكلمه. واستمر على هذا فترة من الزمن مع أنها تحبه، وقلنا تكنت باسمه، ومع هذا
لم تشفع له ولم تقبل شفاعات الناس. عندها جاء يوما بخدعة، جاء إلى أخيها من الرضاعة فقال له أريد أن أدخل معك على عائشة. قال ولكنها لا تأذن لك. قال أدخلني في عباءتك، أي في بشتك، داخل العباءة، ما تراني وأنا أتصرف، لكن أدخلني في عباءتك. فجاء يستأذن على عائشة رضي الله عنها. قالت من؟ قال فلان. قالت ادخل. قال أدخل كلي، لأن ما عبد الله بن زبير داخل عباءته. قال أدخل كلي. قالت نعم ادخل كلك. فدخل، فلما دخل عليها عبد الله بن زبير خرج من العباءة وضمها وصار يبكي بين يديها، يبكي. فبكت رضي الله عنها وطلب منها أن تسامحه، فسامحته رضي الله عنها. ثم بعد ذلك اعتقت 40 رقبة تكفيرا لحلفها الذي حلفت. 40 رقبة اعتقتها في لوجه الله تبارك وتعالى. وكلنا يعرف قصتها المشهورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما اشترت بريرة وأرادت أن تعتقها، فاشترطوا عليها أي أهل بريرة الذين كانوا يملكونها، قالت أريد أن أعتقها. قالوا نعم تعتقينها والولاء لنا. فقالت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألت النبي عن هذا الأمر أنها تريد أن تشتري بريرة وتعتقها ولكنهم اشترطوا الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي تم، اشترطي لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. يعني هذا الشرط لا قيمة له، لأن الولاء لمن أعتق، وأنت التي أعتقتي، هم باعوها وأخذوا ثمنها، كيف يريدون الولاء لهم؟ فقال اشترطي لهم. ثم قام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تبارك وتعالى، إنما الولاء لمن أعتق. واعتقتها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الناس يهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأكثر هذه الهدايا تكون في يوم عائشة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لا أقول في قمة السعادة، ولكن سعيد صلى الله عليه وسلم، يرتاح إذا جاء يوم عائشة، إنه يحبها كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الناس يعلمون ذلك، يعلمون حب النبي لعائشة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بذلك كما في حديث عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فهو يعلن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. فكان الناس يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة ما لا يهدون له في غيره